السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناتي وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان ونجومنا الخالدين. هنتكلم عن الممثل علي الشريف. الممثل علي الشريف هو ممثل مصري التحق بكلية الهندسة عام 1965 وتركها والتحق بكلية التجارة ليجد وقتا للسياسة لشغفه الشديد بها. وجت بدايته الفنية عندما اختاروا المخرج الراحل يوسف شاهين لتأدية شخصية دياب في فيلم الأرض عام 1970، ومن بعدها شارك تأدية العديد من الشخصيات المساعدة في السينما خلال السبعينات والثمانينات. قالت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية عن الممثل الراحل علي الشريف أنه تفتح وعيه وسط أسرة يهوى كل أفرادها القراءة والاطلاع، وبحكم هذا المناخ أحب السياسة وبات لديه رؤية منذ الصغر. مرت الأيام وتعاقبت السنوات. بعد النجاح في الثانوية العامة بمجموع مشرف التحق علي الشريف كلية الهندسة، وبين أسوار الجامعة توهج حماسه الوطني وراح يتحدث في السياسة. كان الحديث في السياسة في مرحلة الستينات صعب، ولم يلتفت علي الشريف لهذا الأمر، ودون أن يدري وجد نفسه متهما بالمشاركة في مؤامرة لقلب نظام الحكم. قضى علي الشريف في المعتقل حوالي 6 سنوات، وبعد الخروج ترك كلية الهندسة وانتقل إلى كلية التجارة. تغيرت حياة علي الشريف بسبب المعتقل، إذ راح يشارك مع زملائه في التمثيل بالمسرحيات للترفيه وقتل ساعات السجن الطويلة. وأثناء وجوده بالمعتقل تعرف على فنان الكاريكاتير والسيناريست الكبير حسن فؤاد، ورأى علي وهو يمثل وشجعه على الاستمرار في طريق الفن، ورشحه أيضا للمخرج العالمي يوسف شاهين، والذي أسند له دور دياب في فيلم الأرض إنتاج عام 1970 بطولة محمود المليجي ونجوى إبراهيم وعزت العلاء. وتألق علي الشريف في مجموعة مهمة من الأفلام بجانب الفنان الكبير عادل إمام، منها المشبوه ورجب فوق صفيح ساخن والإنسان يعيش مرة واحدة وحب في الزنزانة وعصابة حمادة وتوتو والأفوكادو. الممثل علي الشريف مرصود له أكثر من 170 عملا فنيا، منهم فيلم الأرض عام 1970 في شخصية دياب الشهيرة، وشارك في فيلم فجر الإسلام عام 1971، وفيلم الاختيار أيضا في عام 1971. أما فيلم العصفورة فكان عام 1974 وكان بيقدم شخصية الشيخ أحمد، وقدم فيلم الكرنك في عام 1975 وكان بيشارك في شخصية حسب الله، وفيلم بص شوف سكر بتعمل ايه سنة 1977 كان بيعمل دور أبو مطوة، وفيلم أفواه وأرانب سنة 1977 كان بيعمل دور المعلم البطاوي. أما دور المعلم رنجة في فيلم نوع من النساء فده كان عام 1979، وأفيونا في عام 1981 في فيلم المشبوه، وفيلم دعوة خاصة جدا سنة 1982 كان بيقدم شخصية الدرمالي. أما في فيلم المتسول عام 1983 كان بيقدم شخصية سيد أموش، وشارك بشخصية رضوان سنة 1985 في فيلم الزمار، وعمل دور حنفي اللميع سنة 1987 في فيلم الفحامين. وكان للفنان علي الشريف دور أيضا في مسرحيات، منهم مسرحية بكالوريوس حكم الشعوب سنة 1978 ومسرحية دبابيس في عام 1908، وشارك أيضا في مسرحية الواد النمس سنة 1981. أما في عام 1982 فكان مشارك في مسرحية طبيب رغم أنفه. أما في عام 1985 فشارك في مسرحية كعبلون ومسرحية زقاق المدق ومسرحية بداية ونهاية ومسرحية تلعبني ألعبك. فنان علي الشريف له أيضا من المسلسلات مسلسل بنك القلق، مسلسل نجم الموسم سنة 1977، مسلسل أحلام الفتى الطائر عام 1978، وشارك في مسلسل الأيام كان بيعمل دور الشيخ علي شيخ الكتاب سنة 1979، وشارك في مسلسل دموع في عيون وقحة كان بيعمل شخصية المعلم عربي صاحب المقهى، وشارك أيضا في مسلسل الطاحونة، وآخر مسلسل مرصود للممثل علي الشريف رحمة الله عليه مسلسل أحلام اليقظة عام 1987.
الممثل الراحل علي الشريف رحمة الله عليه اسمه الحقيقي محمد محمود علي الشريف. كان تاريخ ميلاده 3 يناير عام 1934 وتوفي في 11 فبراير عام 1987. مات علي الشريف تاركا إرثا فنيا كبيرا. علي الشريف هو والد الممثل والمخرج المسرحي حسن الشريف. فضك من الأسئلة دي وبلاش نلف وندور حوالين بعض يا حضرة الضابط. كنا نتحدث عن الممثل الراحل علي الشريف وممثلين زمان ونجومنا الغالبين.